سلام لي زابوني تواني ان شاء الله. لا فيديو تاع اليوم يلقاكم كامل بخير ومهنين يا رب العالمين. نصلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد. بعد غيبة طويلة عاودت رجعت لكم وجبت معايا وصفة وراق الشخشوخة. يجو تبارك الرحمن الرحيم. نروحوا قبل المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة درت ملعقة كبيرة تاع نشاء الذرة، ودرت ملعقة ماهيش مملوءة تاع حليب بودرة، وملعقة صغيرة تاع سكر، وفنجال تاي تاع فرينة الذرة الصفراء، وفنجال تاي ماء. نديروهم كامل، نخلطوا كلش على البارد، من بعد نديروهم فوق النار مع التحريك المستمر. من الأحسن بالفوي. فوالا. لا كانت عندكم ملعقة لا كانت عندكم كاسرول تاع الإينوكس، استعملوا نورمال ملعقة تاع الإينوكس ولا الفوي. لكن لا كانت عندكم تاع ألمنيوم، من الأحسن تستعملوا ملعقة الخشبية. هنا درت كاس تاع فرينة متعددة الاستعمالات، درت ريجينات استعملت، وربع ملعقة صغيرة تاع خميرة الخبز. فوالا. ونزيدو ملعقة صغيرة تاع محسن الخبز. فوالا. بعد نعجنو بالماء، من بعد نضيفو الخليط اللي درناه تاع اللي طيبناه فوق النار. وما ننسوش بطبيعه الحال الملح ملعقه صغيره وحسب الذوق. كاين اللي ياكل المسوس، كاين اللي نورمال. نخلطوا لاباط تاعنا حتى تولي لنا رطبه بلا دوك لي غريمون، بدو دوك هذوك التكتلات ما نستحقوهمش باش راح يغبنونا. هنا ضفت ملعقه كبيره تاع تاع نشاء الذره، لانه الريجينات فيها نسبه كبيره تاع فرينه الارز، لازم نعاونوها بالمايزينا بالنشاء الذره باه نديروا ليكيليبر لاباط. ولا. ومن بعد نضفنا هذاك الخليط اللي طيبناه، يعتبر كمحسن. كي طيبوا دي النشاء الاخر سميد والمايزينا فوق النار، اللحظه اصلا تعتبر محسن. نضيفوهم هكذا كي نطيبوهم ونضيفوهم، الخبز تاعكم يجي هشيش، سواء في المخبوزات ولا في هادو الصوالح هكذا. اوراق تاع الشخشوخه يجوا ما شاء الله دو الورق. على ميم كي تخبوهم في الكونجيلاتور يقعدوا لكم هكذا كي تجبدوهم. ولا نعجنوا حتى تولي لنا لاباط تاعنا طريه وما تلصقش في اليد، لقي باش نعاودوا ندلكوها. كي نشوفوا نعاودوا ندلكوها وتولي تتلاصق شويه، فماك في ذاك الوقت نكوروها ونخبو ونديروها في ريسيبيون تاعكم وتبات ليله كامله. على دوك هنا نعجنوها كيما راكم تشوفوا تري بيان. انا مسرعه على فيديو باه ما يجيش طويل هكذاك، وجاني شويه طويل. هنا بعد ما عجنتها نكورها ونديرها في ريسيبيون هكذا، نديرها في الفريجيدير تبات ليله كامله. فوالا. هنا بعد ما باتت لي ليله كامله، شوفوا هنا ضاعف الحجم تاعها وراهي شاده روحها ناشفه. نعاود نعجنها شويه ومن بعد نشكلها على كريات وتحطوها في هذوك الكريات، تحطوهم في بلا ولا في ريسيبيون اللي كانت فيه نورمال. بعد نبداو نشكلو فيها. كريات ما ديروهمش كبار، ديروهم حساب المريد تاعكم ولا الطاجين. فوالا هكذا. نكمل انا كامل الكرات تاوعي ومن بعد نبدا نواسي معاكم. انا كنت طيبت من قبل زوج حبيبات باه نشوف اسكو الطاجين سخلي ولا لا. ومن الاحسن نديرو فوق الطابونه احسن من الكويزينير. الكويزينير باش كي نكونوا نطيبوا فيها الوسطاني يكون سخون والاطراف يكونوا شويه باردين، ماشي كيما الطابونه كي تشعلوها في 3. سما الطابونه تكون عفوا الاخر تاعكم الطاجين تاعكم ولا المري يكون سخون كامل من الجهات. كي تبلاصوا البابي كويسون ما تكونوش تستناو دوك تشوفوا علاه راني نهضر هكذا. انا كي كنت نطيب فيها كان الوسطاني ليه يطيب لي، والاطراف كنت بزاف ما توصلهم ديك الحراره. لا دوكا بعد ما تواسوها هكذا ترقوها كيما راكم تشوفوا رقيقه. واسوها مليح على الطاجين هكذا باه كي تشوفوا البابي تاعكم بدا يطيب تعرفوا بلي لاباط بدات تطيب. هي اصلا رقيقه. مام في الطابونه تنقصوا لها كامل للنار باه ما تنحرق لكمش وما تغبنكمش كي تكونوا تطيبوا فيها. فوالا.
شوفوا كيفاش تجي. ولازم تغطوها بساشي، بكيس بلاستيكي، باه تقعد الاخر تاعكم الورق تاع الشخشوخه يقعدوا هكذاك طريين. فوالا نزيد معاكم وحده. يعني عمليه سهله، لكن البابي كويسون من الاحسن ماشي داك البابي اللي يلصق. كاين بابي اللي يلصق، خدمت به خطرات تلصق لكم لاباط تقعد لكم فم. من الاحسن تشرو وفاء، هو الميور. وديروا الزيت في البابيه. قدمت لكم كامل النصائح باه الاخر تاعكم الورق تاعكم يخرجوا لكم وهما ناجحين 100%. انا هنا ساحفوها قبش رقيقه بالبزاف، وتلصق شويه في البابي كويسون، لكن ماشي حاجه، ما هيش حاجه كبيره ولا نورمال. كما شفتوا انا ثاني هي لاصقت لي. تساحفوها هكذا، طيروها، تنحوا الورق وتعاودوا طيب. شوفوا كيفاه تبان ترونسبارون. نطيبوها، وقلت لكم من الاحسن نطيبوها على الطابونه. انا بعد ما وريت لكم يعني دي الكميه كملت طيبت على الطابونه الكميه اللي بقيت لي. فوالا هكذا. ونأكد ونعاود لازم تحطوا ديروا كيس بلاستيكي باه يقعد لكم الورق تاعكم طرايه. كي تكونوا رايحين تستهلكوهم لازم تفوروهم شويه، ما تسقوهم بالمرقه ولا بالحسيله، كل واحد باه يسقيه. كان اللي يديروا الفيس، كان اللي يديروا بالمرقه، كل واحد كيفه. كان الوسط كيما صحاب الشلف يديروه بالمكسرات والحسيله، وخطرات يديروه غير بالحسيله وشويه سكر غلاس من الفوق. فوالا هكذا نطيبوهم هكذا كامل. طيبوا الاطراف، انا على راني نطيب في الاطراف قبل الحراره بس ما توصل في الاطراف. انا هنا وريت لكم باللي ما طابتش من الطرف، راني نطيب فيها. هي اصلا شتو الورقه تاعها رقيقه، ليه تشرب، ليه تطيب عفوا. هنا بعد ما طيبناهم شوفوا كيفاش يجوا ما شاء الله. نتمنى الفيديو هذا تبارطاجوه الماكسيموم في الجروب تاع سونغليتان، وجزاكم الله خيرا. فوالا كما راكم تشوفوا الوصفه ناجحه، ويجوا طريين وما يجوش يتعلكوا في الفرن كامل، يجوا ما شاء الله طريين والله يبارك. هذه هي وصفه مديتها من بالقلب الصافي، ونقول لكم ان شاء الله مع وصفات اخرى ان شاء الله. وهذه الوصفات تقدروا ديروها في اكياس، باش انا كنت سيتها من قبل كي عجبتني شاركتها معاكم. مالكي عاود درت ذي لا كونتيتي كما راكم تشوفوا الكميه اللي دارتها لي، درتها في اكياس بلاستيكيه وخبيتها في الكونجيلاتور في المجمد. فوالا شوفوا هنا كيف درتها في الساشيات هكذا، ودرتها في المجمد. لكن قلت لكم بعد ما تواسوها لازم تفوروها. مع السلامه، ما بقى لي غير نقول لكم في امان الله.